السلام عليكم شباب، اهلا بكم في الحلقه رقم 12 من كورس مونتاج ببرنامج ادوبي بريمير. في الحلقه دي هنحل سوا تاسك كده خفيفه. هنعمل اعلان بسيط لشركه عربيات بس بدون ما نعمل اي افكتات ولا حركات كتير. كل اللي هنحتاجه ان احنا نعتمد عليه في الكورس ده او في الحلقه دي ان احنا هنعمل حاجه اسمها جرين سكرين، ان احنا هنزيل الجرين سكرين ونعتمد على حاجه اسمها كروما في الشغل بتاعنا. فخلينا نعرف ازاي في الحلقه دي نشيل الجرين سكرين من الفيديوهات بتاعتنا، او اننا نعمل حاجه اسمها دمج للفيديوهات بواسطه برنامج ادوبي بريمير. في النهايه احنا عايزين نوصل بالشغل بتاعنا او الماتيريال اللي هتلاقوها في التاسك بتاعت الفيديو ده لمشهد اللي انت هتشوفوه دلوقتي. وعشان نقدر نعمل حاجه زي كده فكل اللي هنحتاجه بس شويه ماتيريال هتلاقوا تحت في الوصف، وخلينا ناخد بصه على الماتيريال دي ونشوف ازاي هنقدر نعدلها ونوصل للشكل اللي انتوا شفتوه. فعندنا شكل البرنامج هنا زي ما احنا عارفين. طبعا هنيجي هنا نعمل امبورت للملفات بتاعتنا، هتلاقوها تحت. عندنا 3 ملفات دول، فيديوهين وصوره. اول حاجه احنا هنعمل سيكونس، بس طبعا عشان نعمل سيكونس وياخد ابعاد الفيديو اللي احنا عايزينه فاحنا هنحط الفيديو ده الاول عشان السيكونس ياخد ابعاده، وبعد كده نبتدي ان احنا نقطع منه المشهد اللي احنا محتاجينه. خلينا نحط الصوت ده شويه. يعني مثلا احنا محتاجين منه مشهد العربيه بتقف من فوق ده، فانا هستنى عند الفريم العربيه فيه بره مش ظاهره، اقطع وبعد كده العربيه بتقع لحد ما تختفي كده، بس لحد هنا اقطع. ده كده المشهد اللي انا عايزه، فاللي قبله انا مش محتاجه واللي بعده انا مش محتاجه. كده اول مشهد عندنا. وبعد كده عندنا هنا صورة الشارع ده، خليها برضو هنا على لاير 1 عشان هي هتبقى أول حاجة في الخلفية ورا صورة الشارع، بعد كده العربية اللي بتخمس، وبعد كده العربية اللي بتقع من فوق. فده كده الترتيب بتاعهم، فاحنا هنرتبهم بنفس الترتيب ده. بعد كده هيبقى عندنا العربية اللي بتخمس، فأنا هسحبها أحطها فوقهم هنا خالص. طبعا الصوت بتاع الفيديو الأولاني ده مش محتاجه، بتاع العربية بتقع من فوق، لأن هو صوت موسيقى. فأنا ممكن أعمل كنترول ال كده من الكيبورد أمسح الصوت ده لوحده، او من غير ما اعمل كده ممكن اروح كده اقوم طافي الصوت بتاعه خالص موطيه للاخر. ممكن اوسع على نفسي شويه الدنيا برضو هنا، هعمل دي فيت تمام. فانا دلوقتي عندي شويه مشاهد وشارع وعايز ندمجهم ان انا اعمل النتيجه اللي احنا شفناها. باختصار كل اللي هنحتاجه في التاسك دي هو ان احنا نستخدم حاجه اسمها الالترا كي، زي ما استخدمناها قبل كده في الحلقه السادسه في التاسك بتاع الماتش عشان نقدر نفرغ العرضات. فهنا هنستخدم نفس الافكت، نسحبه مره على صوره العربيه دي، مشهد العربيه ده، ومره على المشهد الثاني. وطبعا عشان نوصل له احنا عملنا من هنا من قائمه افكتس دوسنا او كتبنا الترا وطلع لنا حاجه اسمها الترا كي. عشان نقدر نعدل الالترا كي ده هنحتاج ان احنا نبقى فاتحين فوق هنا حاجه اسمها افكت كنترولز، عارفينها نقدر نتحكم من خلالها في كل حاجه تخص الفيديو بتاعنا، واضغط ضغط على المشهد اللي عايز اعدله. من هنا كده هنلاقي تحت الالترا كي هبتدي نضغط على البنايه دي او القلم ده، وابتدي ان انا احدد اللون الاخضر، بس احاول ابعد عن الدخان اللي هنا فاوصل لاقرب درجه لون اخضر نقي هنا تمام. ممكن اسحب اللون ده، هيبان عندنا مشهد بالشكل ده كده. برضو هاجي على المشهد التاني بتاع العربيه دي واقوم اعمل نفس الحركه، شوف برضو درجه لون من هنا كده، بس هيبقى عندنا هنا كده المشاهد بالشكل ده. كل اللي هنحتاجه من هنا ان احنا بس نرتب شكلهم ونرتب ابعادهم بحيث ان المشهد يدينا اكتر حاجه طبيعيه. فخلينا نوصل هنا كده ان احنا هنعمل اول حاجه الباك جراوند، هضغط عليها ضغطه، وبعد كده الافكت كنترولز اقوم رايح ضغط على بوزيشن ضغطه، وابتدي ان انا اعدلها بايدي من هنا كده. ممكن اسيبها معموله زوم وممكن اطلعها فوق شويه بحيث ان انا يهمني ان الشارع يكون واخد اكبر حيز من المشهد بتاعي. انا عايز مثلا كده المشهد يبقى كده تمام. بعد كده عندنا المشهد بتاع العربيه اللي بتخمس، برضو اضغط على بوزيشن وابتدي ان انا اعدل فيه. لو انا محتاج مثلا اكبره او اصغره فانا لازم اتاكد ان بدايه المشهد من الناحيتين ماشي مع بدايه الفيديو، عشان ما اجيش مثلا الاقي المشهد عامل كده فالاقي العربيه مقطوعه من هنا. اعمل كده تمام. بقى عندنا المشهد ده عامل كده تمام. هنا باين ان العربيه طلعت على الرصيف، فانا ممكن اجيب الصوره واقوم جايبها كده شويه تمام. وممكن اجي هنا بعد كده على المشهد ده انزله تحت شويه فيبقى بالمنظر ده كده. ممكن برضه ابعد الصوره دي كمان شويه كده بحيث ان يديني شارع واسع اكتر، فتبقى بالشكل ده كده. اعتقد كده منطقيه اكتر. دلوقتي يبقى ناقص بس ان انا بعد ما اخلي العربيه تقف انا محتاج اخلي العربيه التانيه تقع من فوق، فانا هخليها ورا العربيه دي وابتدي ان انا اضغط عليها ضغطه، اضغط على بوزيشن وابتدي ان انا اتحكم في مكانها. طبعا هي مش ظاهره فانا محتاج يبقى اقدم شويه كده بس كده تكون ظاهره. انا دلوقتي محتاجه انها تقع بس تكون مشهدها بعيد شويه عن العربيه الاولى، فانا ممكن اكبرها شويه كده بحيث انها تبقى ورا، بس اتاكد ان راس المشهد ده يكون فوق، لان انا لو عملتها كده فالعربيه دي هتكون واقعه من الهواء مش واقعه من بدايه المشهد.
فلازم اتاكد ان يكون من فوق كده وتكون نهايتها على الارض هنا، فتكون عامله كده مثلا، فالمشهد بتاعها هيكون بالشكل ده. برضو انا حاسس ان هم قريبين من بعض، فانا ابتدي ان انا ايه، كل اللعبه بتاعتي ان انا بس اغير الابعاد، اجيب دي كده شويه، اجيب تحت شويه مثلا، ممكن اصغر دي كده انزل تحت بحيث انها تبقى قدامي هنا. التانية ممكن ارفعها فوق سنه كده بحيث انها تبقى واقعه ورا في الشارع شويه، بحيث انها تبقى واقعه ورا كده. تمام، فيبتدي برضو دي مشهد بشكل مختلف شويه كده، يعني منطقيه اكتر. ممكن ابتدي اسحب بقى كل اللايرز اللي عندي، اخليها بطول اقصر واحد فيهم، او مثلا اقصرهم شويه كلهم كده، بحيث ان انا يبقى المشهد عندي منتهي نفس النهايه. وكل اللي هيبقى ناقصني هنا بس ان انا احط التكست بتاعي في المنطقه دي. طبعا زي ما عرفنا في الحلقه اللي فاتت ازاي بنضيف او ازاي بنستخدم التكست الجاهزه اللي هنا، ممكن نسحب واحد منهم ونحطه هنا، يا اما بس كل اللي نعمله برضو ان احنا نضغط تكست من الكيبورد او حرف التي ده، نبتدي نضغط على الشاشه ونضغط حرف التي، يعني نسيب اللاير دي. نحاول احنا نستخدم الاداه دي ان احنا نكون سايبين كل اللايرز اللي هي مش مستخدمين ولا واحد، نضغط على حرف التي واكتب اللي انا عايز اكتبه مثلا هنا، وبعد كده اروح هنا اقوم شادي التكست ده هنا كده، فيبقى عندي مشهد بالشكل ده. طبعا لو حطيت انيميشن على التكست فيبتدي ان هو ياخد شكل الانيميشن اللي انا هركبه له. بس كده هنا بقى ناقصك حاجه واحده بس عشان تعمل دمج بين المشاهد صح، هو انك تعدل الوانها. فهنروح هنا نشغل حاجه اسمها لومتري كولر زي ما اتكلمنا قبل كده برضو في المحاضره اللي قبل اللي فاتت عن التلوين. وهنروح على التمبريتشر، عايز اخلي المشهد العربيه دي اصفر شويه لان يبقى مندمج مع الوقت اللي متصور في الفيديو في الصوره. بس انا كنت محدد مشهد العربيه، دلوقتي كنت محدد التكست فتلاقي التكست هو الاصفر. هنحدد بقى مشهد العربيه ونصفره شويه كده، وبعد كده نحدد برضو مشهد العربيه التانية اللي ورا ونصفرها برضو شويه بالعقل كده. نرجع نحدد الاولى ونزود الاضاءه بتاعتها شويه لانها في الشارع، نزود الكونتراست، ممكن نزود الشادو كمان ونقلل شويه البلاك، فيديك مشهد اكتر للواقعيه ان هما في نفس المشهد مش متركبين على بعض. فده كده كان المشهد باختصار. وطبعا وانت بتقلب على اليوتيوب وعايز توصل لمشاهد مثلا زي دي، عباره عن ايا كان ايه المشهد اللي بيحصل، وعايز تركب حاجه انت مش عاملها بس هي جرين سكرين، فانت كل اللي هتعمله مثلا تكتب على اليوتيوب جرين سكرين كار فولينج مثلا، عربيه بتقع، او جرين سكرين سبسكرايب بوتون يعني زرار الاشتراك، جرين سكرين لو انت مش عايز تركبه، وبتيجي تسحب الماتيريال دي من على اليوتيوب، تحملها من على اليوتيوب او من اي موقع بيديك الحاجات دي بشكل مجاني وقانوني، تقدر تاخدها وتحطها عندك على الفيديو وتستخدم الالترا كي وتحدد اللون الاخضر زي ما عملنا في الفيديو ده، وتخلي اي ماتيريال عندك موجوده في فيديو بخلفيه خضراء متركبه عندك على المشهد بتاعك، وتبتدي في الاخر انك تعدل بس مكانها والالوان بتاعتها بحيث انها تتناسب مع الفيديو اللي متركبه عليه. طبعا اللي عنده اي مشكله او اي استفسار يكتبه تحت في الكومنتات، لايك والشير والكومنت بتاعكم جمال. نشوفكم فيديو جديد، السلام عليكم.